السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم في خير وفي أحسن حال يا رب بإذن الله. يلا بقى لو عندِك حتتين بانيه كده أهوّة وعندِك حباية بطاطس هاتيهم ويلا تعالي بسرعة كده هنشوف هنعمل بيهم إيه. عايزين نعمل وصفة عشا كده تكون حلوة، تنفع كده عشا، تنفع فطار، والله كمان لو عايزة تمشّيها غدا هتمشي معاكِ مش هتقول لِك لأ. بُصّوا إحنا اللي بنمشّي كل حاجة زي ما إحنا عايزين، ما فيش حاجة هي اللي هتمشّينا، إحنا اللي بنمشّي الحاجة على ظروفنا. فيالّا بينا بقى نعمل وصفة التوفير دي، وعلى فكرة لو ما عندكيش بانيه خالص أصلًا ممكن تعمليها بحبة لحمة مفرومة، يعني قد حبة إيدِك كده أهوّة، ممكن تعمليها بالبطاطس بس، مش شرط تعملي كل اللي إحنا نعمله ده، بس أنا كان دول عندي كده في الفريزر كده أهو، فقُلت أطلّعهم إيه وأشتغل بيهم وأعمل بيهم الوصفة ديّة وأفيد إيه، وأفيد صحابي وحبايبي. يالّا بينا بقى نسمّي الله ونشوف هنعمل إيه. أول حاجة كده جبت نُص كيلو دقيق، هو ده كان الكيس كده أو الباكيت لسه يعني فاتحاه، فخدت منه 3 كوبايات دقيق، يعني حوالي كده إيه الكوباية دي يعني بمعيار إن هم يعملوا نُص كيلو دقيق. بس لسه هاحتاج عليهم إيه كبشتين كده أهوّة، لسه بس لمّا إيه أعجن وكده، هو الدقيق أصلًا على حسب في دقيق بياخد سوايل كتير ودقيق ما بيشربش سوايل. فحطيت حطيت 3 كوبايات دقيق أو نُص كيلو دقيق، عليهم نُص كوباية زيت، عليهم كوباية لبن، عليهم معلقة خميرة فورية، عليهم نُص معلقة صغيرة بيكنج باودر، عليهم رشة ملح، و3 معالق سكر، وبدأت إن أنا إيه أقلّب بقى كل الخليط ده كده مع بعضه عشان أعمل عجينة حلوة كده طرية، تكون سهلة في الفرد معايا. عايزاها إيه بتلزق تلزيق خفيف خالص، ما تبقاش بتلزق أوي، لأ عايزاها تلزيق خفيف خالص. وعندي هنا بيضاية زي ما أنتم متعودين معايا طبعًا لازم أعجن بالبيض، بس باخد الصفار باركنه على جنب عشان بادهن بيه الوش، والبياض باحطه في العجينة، بيخلّي العجينة بتاعتنا طرية جدًا، جدًا، جدًا. عايزة تحطي باكيت فانيليا حطي، تمام كده، بس هي مش هتحسي بريحة زفارة خالص في البيض إن شاء الله يعني. بدأت كده إيه ألِم بقى في العجينة، حسيت إن هي لسه طرية شوية، قُمت واخدة كبشتين كده في إيدي، كبشتين دقيق، يعني العجينة دي كلها عملت نُص كيلو، تمام كده؟ يعني المقدار دوّة بتاع نُص كيلو. بدأت بقى إن أنا أعجنها يعني أعجن فيها كده آخُد وأدّي معاها كده أهوّة، بُصّي لو عندِك طاقة كده طلّعيها إيه في العجينة بتاعتِك. قعدت أعجن فيها كده شوية حوالي 7، 10 دقايق، من 7 ل10 دقايق، لو عندِك عجّان يبقى خير وبركة حُطّيه إيه في العجّان. بُصّوا أنا هنا بعد ما عجنت العجينة بُصّوا باورّيكم عاملة زي عجينة مطاطية جدًا، طرية جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا ما شاء الله عليها. بدأت بقى سِبتها كده على جنب ترتاح وأبدأ بقى أغطّيها وأركنها على جنب. هنيجي بقى نعمل إيه الحشوة بتاعتنا. طبعًا زي ما قُلنا معانا قطعتين بانيه، شريحتين بانيه وكانوا صغيرين كمان مش كبار أوي يعني، ومعايا حباية بطاطس واحدة. خدت البطاطساية دي قشّرتها وقُمت حاطاها سليمة تتسلق زي ما هي، بس قشّرتها بس وغسلتها كويس وحطيت لها رشة ملح صغيرة وهي اتسلقت معايا. والبانيه زي ما أنتم شُفتوا كده إيه، قطّعته قطع صغيّرة وركنته على جنب. جِبت بقى البطاطساية وهي لسه بتطلّع البخار بتاعها كده أهو، بُصّوا مش قادرة أوصف لكم، ما كنتش قادرة أمسكها أساسًا، بس قُلت إيه لمّا بتقعد ما بتبقاش حلوة، ما باحبش يعني أقطّعها وهي باردة، وهي سخنة كده بتبقى أحسن تاخد وتدّي معاكِ بسرعة. قطّعتها كده قطع صغنونة خالص، 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 خالص. بُصّي يعني إيه على قد ما تقدري صغّري التقطيعة بتاعتِك، قطّعتها مكعبات صغننة جدًا، بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده أهوّة، حبّايات صغننة كده أهو. كل اللي أنتم شفتوه قدّامكم ده بس يعني حبّاية بطاطس واحدة، بطاطساية واحدة بس. هنا بقى جِبت بقى الطاسة بتاعتنا وحطيت فيها معلقتين زيت وما كتّرتش الزيت علشان يعني دول حبّة صغنّنين جدًا زي ما أنتم شايفين كده أهو، بس ما شاء الله عملوا لنا وليمة. حطيت عليهم بعد ما اتشوّحوا كده كويس وخدوا الصدمة كويس شريحتين البانيه دول، قُمت نازلة عليهم بحبّاية البطاطس اللي إحنا مقطّعينها تقطيع صغنّن جدًا مكعبات صغيّرة أوي، وبدأت إيه أشوّح فيهم. هابدأ دلوقتي أنزل عليهم. لو عندِك فلفل ألوان حُطّي، عندِك فلفل أخضر بس حُطّي، أنا كان عندي فلفل أخضر بس فضِفته، وبدأت نزلت عليهم بالبهارات، شوية ملح، شوية فلفل، شوية كمون، ومش عايزة أكتر من كده، لإن البطاطس ما بتحتاجش يعني أطعمة كتير أو توابل كتير، البطاطس بس كل اللي بتبقى يعني محتاجاه أوي هو الكمون، تمام كده؟ هو اللي بيضبط طعم البطاطس، فحطيت زي ما قُلت لكم ربع معلقة صغنونة ممسوحة يعني كمون وزيها فلفل أسمر ورشة ملح حسب بقى إيه الحياء بتاعِك. وحطيت حباية فلفل أخضر دول كانوا حبّتين فلفل أخضر حطيتهم، لو عندِك فلفل ألوان ضيفيه، بس طبعًا أنا عايزة الوصفة تبقى يعني إيه، ما فيهاش تكاليف كتير أوي يعني، فإيه اقتصدت وما حطيتش فلفل ألوان. هنا بقى العجينة كانت اختمرت معايا وسِبت إيه، الحشوة تبرد. طبعًا بين الفترة ودي يعني بين ال الع ما عجنت العجينة وبين ما أنا رجعت لها تاني، قعدت طبعًا فترة، بس طبعًا الفيديو إيه، يعني اتعمل قدّامكم بسرعة. هنا بقى جِبت العجينة قُمت قاسماها نُصّين، نُص فردته وحطيته في قاع الصينية، بس طبعًا الصينية دي كنت دهناها مادة دهنية زيت يعني، وبدأت إن أنا فردتها فيه. لو عايزة تعمليها في صينية مربعة زي ما أنا عاملة، عايزة تعمليها في صينية مدوّرة زي ما أنتِ حابة، في صينية البيتزا اللي إحنا بنعمل فيها البيتزا زي ما عملنا مع بعض قبل كده، بُصّي زي ما أنتِ حابة.
الصينية اللي عندِك اشتغلي فيها. طبعًا الحشوة هنا كانت بردت خالص، جبتها بقى وفردتها على كل يعني العجينة، خلاص كده وزعتها كويس جدًا. بدأت بقى إيه، مسكت النُص التاني وهابدأ بقى إيه، إن أنا أفرده. عايزة أقول لكم إن العجينة أصلًا كانت بتتفرد بإيدي مش محتاجة نشّابة، بس أنا عشان عايزة أضبطها، فبدأت إن أنا إيه، أخدت النشّابة عشان عايزة أرقّقها شوية. بدأت إن أنا فردت الجزء التاني اللي هاحطه على الوش بتاع الحشوة بتاعتنا، ولو حابة تضيفي في المرحلة دي شوية جبن، ضيفي زي ما أنتِ حابة. بُصّوا هنا العجينة اتقطعت معايا وأنا باشيلها كده أهوّة وباحطها على الحشوة. حد يقول لي إيه طب ما لفيتهاش ليه على المردانة وأخدتيها وحطيتيها؟ معلش يا جماعة إيه، دي عدِّت منّي. لو أنتِ إيه خايفة لا تتقطع منِّك كده، لفّيها على المردانة اللي إحنا بنفرد بيها أو النشّابة يعني ولمّيها وحطّيها إيه على الصينية. لو أنتِ هتعرفي تشيليها شيليها، بس ولا يهمنا القطعة دي ما فيش أي مشكلة خالص منها، لإن إحنا دلوقتي أصلًا هنقطّعها قبل ما ندخّلها الفرن. خلاص كده قفّلتها كويس جدًا من كل الجوانب. تنيت العجينة كده من تحت علشان إيه، تقفل مع العجينة اللي تحتها وإيه، وقفّلتها كويس. هنا بقى بصوابع إيدي كده أهوّة مش هاجيب سكينة ولا حاجة، وهابدأ بس إن أنا هاعمل إيه، تحديد بس إيه، للقطع، يعني مش هاقطعها، لأ هاعمل لها بس تحديد كده إيه، بصوابع إيدي. واللي اتقطعت مني دي أصلًا في الأول وأنا باشيلها مش هتفرق معانا إن هي مش هتبان دلوقتي. هنا بقى بعد ما حددتها كده أهو بصوابع إيدي، جبت باكيت فانيليا على الصفار اللي إحنا كنا راكنينه من العجينة، وقُمت مدوّباهم مع بعض وما خفّفتهمش بقى ولا بلبن ولا بنسكافيه ولا بأي حاجة خالص، زي ما هُم كده أهوّة، وقُمت واخداهم ودهنة بيهم إيه، كل العجينة بتاعتنا. وش العجينة كلّه دهنته علشان ياخد لون حلو كده في الفرن. لو أنتِ مش حابة تدهنيه كده وحابة مثلًا تدهني أي حاجة تاني، ممكن شوية نسكافيه مع شوية لبن عادي ما فيش مشكلة. بس كده بما إني يعني إن أنا الصفار مركون عندي، فأخدته وإيه ودهنت بيه، وبعدين بيخلّي لون العجينة بتاعتِك دهبي كده وجميل جدًا. هنا بقى خلاص بعد ما دهنتها كلّها، هابدأ بقى أجيب شوية حبّة البركة، وهاجي بقى على الخطوط اللي إحنا كنا محددينها في الأول بصوابعنا، وهابدأ بقى إن أنا إيه، أحطهم كده، مجرد بس شكل وتحديد بس إيه للعجينة مش أكتر. وإحنا بعد ما تطلع من الفرن هنبدأ إن إحنا إيه، نقطّعها على نفس الأماكن اللي إحنا كنا عاملينها بصوابع إيدينا. اللي إحنا محددينها يعني من الأول. بُصّوا حبّة البركة كسرت اللون بتاعها وخلّت لونها جميل جدًا، وكمان لمّا تستوي هتبقى لونها أحلى وأحلى. لو أنتِ حابة تحطّي سمسم مكانها ما فيش مشكلة. بُصّوا ده شكلها قبل ما تخش الفرن. هاسيبها طبعًا ترتاح 10 دقايق مكان ما فردتها وقعدت أشتغل فيها. هنا بقى قُمت دخّلتها الفرن، وطبعًا مشغّلة الفرن على درجة حرارة عالية. والفرن كانت سخنة قبلها ب10 دقايق قبل ما أدخّلها الفرن. تمام كده. هنا بعد ما طلعت من الفرن، ده شكلها كده أهو. بُصّوا هتشوفوا شكلها معايا ولونها جميل جدًا. بدأت على التحديدات اللي إحنا كنا عاملينها في الأول. نزلت عليها بالسكينة بقى، وهي نفس التحديد اللي أنا كنت عاملاه نزلت عليه بالسكينة. بُصّوا بقى القطعات اللي كانت في العجينة قبل ما ندخّلها الفرن مش باين لها أي ملامح أصلًا، مش باين عليها أي حاجة، كلّه اتدارى في قلب بعضه. بس دي كده كانت وصفتي النهارده، يا رب إن شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها وتكون وصفة بالنسبة لكم مفيدة جدًا. يا رب إن شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك يا حبايب قلبي، وتشتركوا في القناة وتفعلوا رمز الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو قمر كده زيكم عشان أعرف إن أنتم متفاعلين معايا. وأشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفات جديدة، ومع ألف سلامة يا حبايب قلبي وفي أمان الله.